بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي توحد بالكمال والجلال وأمرنا بالتوكل عليه، فقال في كتابه العزيز: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان أعظم المتوكلين، فقال: لو إنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أهلا بكم في الحلقة الخامسة من بودكاست فذكر. حديثنا اليوم عن التوكل على الله، ذلك اليقين العميق الذي يملأ القلب طمأنينة، والركيزة التي يعتمد عليها المؤمن في كل شؤون حياته. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير عشان نوصل الفيديو لكل اخواتنا، فالدال على الخير كفاعله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبكم وفي الكومنتات. قبل ما نبدأ يلا بينا. ما هو التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب على الله في تحقيق المصالح النافعة ودفع الأضرار مع الأخذ بالأسباب المشروعة، فهو ليس توكلا أو كسلا، بل هو الجمع بين السعي والإيمان بأن الله هو المدبر والرازق. طيب، درجات التوكل. فللتوكل عدة درجات، منها التوكل في الرزق، والتوكل في الحماية، والتوكل في قضاء الحاجات. فالتوكل في الرزق كيقين العبد أن رزقه مكتوب عند الله فلا يخشى الفقر. التوكل في الحماية كحال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة عندما قال: لا تحزن إن الله معنا. والتوكل في قضاء الحاجات، فلا يعتمد المؤمن على نفسه فقط بل يستعين بالله سبحانه وتعالى. طيب، من ثمرات التوكل على الله. فمن ثمرات التوكل على الله هو الطمأنينة والراحة النفسية، لأن المتوكل على الله بيعلم إن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. وأيضا من ثمرات التوكل على الله هو تحقيق الأهداف بأمان وثقة، يعني بتحقق هدفك وانت واثق من نفسك، لأن الله يعين من يعتمد عليه بصدق وإخلاص. وأيضا من ثمرات التوكل على الله فهو النجاة من المخاوف والقلق. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب، كيف نحقق التوكل على الله بإخلاص وصدق؟ أولهما اليقين بأن الله هو المدبر، فلا شيء يحدث إلا بإرادته. ثانيهما الأخذ بالأسباب كالتخطيط والسعي والعمل بجد واجتهاد. ثالثهما الإكثار من الدعاء والاستغفار، فالله يحب عبده الذي يطلب منه العون. رابعهما الرضا بقضاء الله وقدره، سواء كان خيرا أم ابتلاء ليختبرك الله به. طيب، قصص عن الأنبياء في التوكل على الله، مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله وجعل النار بردا وسلاما عليه. ومثل أيضا سيدنا موسى عليه السلام وقومه أمام البحر حين قالوا قومه: إنا لمدركون، ولكنه قال بيقين: كلا إن معي ربي سيهدين، ففلق الله له البحر ونجى سيدنا موسى وقومه من فرعون وجنوده. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. إخوتي وأخواتي، عايز أقول لكم إن التوكل على الله هو مفتاح السعادة والراحة، وهو سبب للرزق والحماية والنجاح. فلنجعل قلوبنا عاملة باليقين بالله، ونخطو كل خطوة في حياتنا بإيمان وثقة بأن من توكل على الله كفاه. نسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين عليه حق التوكل. نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. كان معكم أحمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.